مشكله الزمالك الكبرى مش في دونجا. دونجا مشكله، مشكله، بس في فرق كبير بين انك تقول اللاعب الفلاني ده مشكله او تقول اللاعب ده هو المشكله الكبرى للزمالك. مشكله الزمالك الكبرى مؤخرا انه بيحضر كتير ومش عارف يطلع بالكوره، ودي مشكله تتعلق بمركز 8 مش 6، حلقه الوصل ما بين الدفاع والهجوم، المخرج بتاع الفرقه اللي بيخرج الهجمه. طب هل شحاته يقدر يقوم بالدور ده؟ لا، لانه مش بنفس مهاره لاعب زي ساسي مثلا، مش بنفس حرفنه لاعب زي بن رمضان، ما عندوش الرؤيه بتاعه عبد الله السعيد. اتفرج مثلا على شحاته وهو بيستلم بظهره، واتفرج في نفس الجوله على بن رمضان وهو بيستلم بظهره وبيصنع هدف زيزو. بلاش اتفرج على ساسي كان بيستلم بظهره ازاي. بلاش اتفرج على عبد الله السعيد في نفس المباراه وهو بيستلم بظهره وبيطلع الفينه في اخطر فرصه في المباراه. اجمل لعبه في المباراه دي ما كنتش هتشوفها لولا استلامه عبد الله السعيد بظهره والتمريره اللي لعبها بالشكل ده. فشحاته ما ينفعش 8. هتقول لي بس خرج دونج خالص وهو اصلا اتصاب وحط مكانه شحاته. شحاته ما ينفعش 6. شحاته مش ضعيف دفاعيا لكنه مش شرس بما يكفي لاداء مهام المركز ده. وموضوع الشراسه ده شحاته ممكن يعوضه بشويه روح، لكن برضه في حاجه اسمها الوعي الدفاعي، ده برضه مش مكتمل عند شحاته. هو اصلا لاعب طول عمره بيلعب في مراكز ليها علاقه بالهجوم اكتر من الدفاع. شحاته مثلا ممكن يشوف دونجا رايح على لاعب بالشكل ده، وبدل ما يروح يمسك اللاعب التاني الفاضي يروح يضغط على نفس اللاعب، فيقوم اللاعب اللي فضى ده هو اللي هتجيله الكوره فيصنع هجمه خطيره. ايوه يعني شحاته سيء؟ لا ينفع يلعب 8 ولا ينفع يلعب 6؟ لا، ما بنقولش كده. شحاته لاعب راجل جدا وجوكر وبيأدي في مراكز كتير وعنده روح ومهاره، لكنه ينفع يأدي دور لاعب الوسط 8 في خطه 4-3-3، لان هيكون في لاعب 8 تاني الناحيه الثانيه. ده فريرة في 2015 جاب احمد توفيق لعبه لاعب وسط 8، بس الناحيه الثانيه كان فيه معروف يوسف. لكن شحاته 8 لوحده في 4-2-3-1 ما ينفعش، وشحاته 6 لوحده في 4-2-3-1 برضه ما ينفعش.